كاملين شفنا الصور ديال الحادث المؤسف اللي وقع للام دي 11 ديال شركه الشحن يو بي اس. في هذا الفيديو غادي نحاولوا شنو وقع اعتمادا على المعطيات القليله اللي عندنا حاليا، ونحاولوا نتعرفوا اكثر على الام دي 11 بصفه عامه والام دي 11 المتورطه في الحادث بصفه خاصه. نهار الثلاث مع الخمسة و4 ديال العشيه بالتوقيت المحلي غادي تنطلق رحله يو بي اس 2976 اللي كانت مبرمجه من مطار محمد علي في الويوفل ومتوجهه لمطار هونولولو. الطياره من مور مساله التاكسين ديالها وفي مرحله الاقلاع غادي تطيح. قبل ما نتعمقوا اكثر اجي ناخذوا فكره على الام دي 11. هاد الطائره اللي ديفلوباتها ماكدونالد دوغلاس وكان تطوير ديال واصلاح ديال العيوب اللي كانوا في الطائره اللي قبل منها دي سي 10 اللي ما كانش عندها سمعه كتفرج. الطائره كانوا فيها ثلاثه ديال المحركات في واحد الوقيته اللي كانوا الطائرات بربعه ديال المحركات هما الاكثر رواج بحال البوينغ 747. الهدف كان هو تقليل من استهلاك الوقود مع الحفاظ على واحد الرانج ولا المدى طويل وبحموله كبيره. الشيء اللي ما قدراتش تحققوها الطائره وما قدرتش توصل للارقام المعلنه في البروغرام. وحاجه اخرى اللي غادي تزيد من احتمال فشل هذا المشروع هما الطائرات بجوج محركات اللي غادي يغيروا المعادله. الطائرات الاولى بحال الايرباص A300 ولا الA 310 ومن بعد 777 والA 330 كانوا اقتصاديين وعمليين اكثر. الطيارين اللي كانوا كيطيروا بالماكدونالد دوغلاس 11 كانوا كيتشكاو من الصعوبه ديالها خصوصا في الابروش واللاندين اللي هما من اكثر المراحل الخطوره في الرحله. بل بعض الطيارين كانوا كاع كيفضلوا النسخه الاقدم دي سي 10 اللي كما قلنا كانوا عندها بزاف ديال العيوب وكانت اسم الام دي 11. الطياره اللي طاحت كتحمل ترقيم نوفمبر 259 يونيفورم بابا كان في عمرها 34 عام، مزوده بثلاثه ديال المحركات من جنرال الكتريك سيف 680 وبدات الخدمه ديالها مع تاي ايرويز تحت ترقيم اوتيل سييرا تونغو مايك ايكو عام 1991. مايك ايكو غادي تمشي ليونايتد بارسل سيرفيس عام 2007 من بعد ما خضعت لعمليه بي سي اف اللي هي بوينغ كونفرتد فريتر اللي هي عمليه تحويل طائره نقل الركاب لطائره شحن. في سجل الطائرة ما فيهاش شي سوابق ولا شي حوادث اللي كبيرة وقعوا لها في الخدمة ديالها مع جوج الشركات اللي خدمت معاهم، ولكن كانت متوقفة في واحد المدة شهر ونص تقريبا وما رجعت للخدمة إلا 2 سيمانات ونص قبل الحادث. هاد التوقف اللي غالبا غادي يكون على قبل الصيانة ممكن تكون شي تشيك كبيرة بحال شي سي تشيك ولا الديت اللي تقريبا كتاخد نفس المدة ديال الوقت. دابا ندوزو للحادث ونشوفوا الفيديوز والمعطيات اللي عندنا. الهدف ماشي هو نخرجوا باستنتاج ولا نديروا الخدمة ديال الان تي اس بي اللي راهم خدامين دابا على لونكيت، ولكن نحاولوا نشوفوا اشنو وقع ونخرجوا بنظريات وتساؤلات. اول حاجه كنشوفوا هي العافيه من فوق الجناح وبالضبط في ديك الجهه فين كاين المحرك. مرة الطياره غادي تكراشي في واحد الزون صناعيه حدا المطار. الموتور اللي شعلات فيه العافيه غادي يلقاو الحطام ديالو بعيد على فين طاح الطياره كيلقاوه فوق الرانواي. هنا التساؤلات غادي يبداو. اولا واش ممكن يكون الموتور تفصل على الجناح في ديك اللحظه من جايه ديك العافيه، وعلاش الطياره طاحت من كاين مشكل في محرك واحد وهي عندها ثلاثه المحرك؟ واش ممكن يكون هذا الشيء بسبب شي فود ولا فورين اوبجيكت ديبريس بحال اللي وقع للكونكورد؟ المشكل ان الجوده ديال الفيديو ما كتسمحش باش اننا نجزموا فين بالضبط شعلات العافيه، والفيديو تصور معطل شويه دونك ما شفناش فاش يلاه بانت العافيه، واش في المحرك ولا في جناح ولا في البايلون اللي هي ديك القطعه اللي كتجمع بين المحرك والجناح واللي كيكونوا دايزين فيها كاع الانابيب ديال الوقود الهيدروليك البليد اير وحتى الاسلاك الكهربائيه. هادشي كيخلي ديك المنطقه فيها بزاف ديال المواد المشتعله ولكن هادشي المصممين ولي زانجينيور عارفينه وخادمين على دي سيستيم باش انهم يحميو من بحال هاد المشاكل بحال واحد الفاير سيلز اللي كيكونوا كيديروا ليطونشيتي وكيخليو العافيه ما تخرجش، وبحال الشات اوف فالف. هاد الشات اوف فالف كيفاش كيخدموا؟ فاش كيبدا عندنا شي حريق في المحرك قبل ما نستعملوا كاع الفاير اكستانغويشر كان اكسيونيو الشات اوف فالف باش كتقطع لنا السبلاي ديال الفيول الهيدروليك وكل شيء باش العافيه ما تخرجناش من ديك الجهه. هنا السؤال والفرضيه اللي نقدروا نطرحوهم واش الطيارين استعملوا هاد الشات اوف فالف ولا الفاير اكستانغويشر؟ وإلا استعملوه واش استعملوه في المحرك صحيح؟ زائد اننا حنا كنهضروا على واحد الطائره ديال الشحن اللي غالبا كانت ثقيله بزاف في الاقلاع وكانت عامره بالفيول، دونك يقدر يكون حتى بالمحركين جوج اللي كانوا باقيين فقدان محرك واحد يقدر يكون كافي باش ان يخلي الطياره ما يكونش عندها القوه الكافيه باش انها تطلع وتعاود تنزل في هبوط اضطراري. كما قلت قبل الفيديو بدا في اخر لحظه اللي كانت الطائره
كدير روتيشن ديالها، ولكن ديك العافيه اللي كانت تما ما شعلاتش فجاه، غالبا كانت شاعله قبل من الروتيشن. هنا التساؤل اللي يقدر يتساءلوا اي واحد هو علاش البيلوت كملوا الاقلاع ديالهم واخا هما عارفين بلي راه عندهم دي زالارم في الكوكبيت ديال الفاير، ولا عارفين بلي كاين شي مشكل. الجواب على هذا السؤال اللي الاكثر واقعيه هو الفي 1. الفي 1 هي السرعه اللي خاص يقرر فيها الطيار واش يكمل الاقلاع ولا يدير جاجك تيك اوف، يعني يلغي وهاد السرعه الا فاتها ما كيبقاش عنده الحق يلغي الاقلاع واخا يكون عارف بلي راه عنده شي مشكل. وهذا الشيء عاوتاني وقع في نفس السيناريو ديال الكونكورد في 2003. وانا كنمونطي في الفيديو حتى قربت نكملو بانوا معطيات وفرضيات جداد. اولا المحرك ديال الطائره الايسر انفصل من الطائره، ويعتقد انه الاجزاء المتساقطه من المحرك تسببت بتعطيل المحرك الثاني، الشيء اللي ادى انه الطياره كانت كتحاول دير الاقلاع بمحرك واحد. وهذه شي حاجه اللي مستحيله بالنسبه لطائره بحال الام دي 11 واللي مشرجيه عاد من الفضاء. الطائره كانت متاخره عن موعد الاقلاع المجدول بساعتين، وذلك بسبب اعمال الصيانه على المحرك رقم واحد، هو المحرك اللي طاح اثناء الاقلاع. وبالاضافه الطائره ديال يو بي اس كان على متنها 143 الف لتر من الوقود. كانوا هادو بعض من التساؤلات اللي نقدروا نتسائلوهم. الا كنا كنتسائلوا تساؤلات وكنحطوا فرضيات راه ما غاديش نكملوا حتى الفيديو يكون فيه سوايع، ولكن دابا ما علينا غير نستناو التقارير الرسميه اللي غادي يخرجوا من بعد لونكيت ديال ان تي اس بي باش نحاولوا نفهموا اكثر شنو واقع.